أتكلم عن أهمية الارتدادات وغرض الارتدادات في الأرض بشكل عام. ليش الارتداد في كل أرض نحصله؟ بنحصل في الأمام 5 متر، وبنحصل في الجوانب 2 متر، وفي الخلف 3 أو 2 متر. ليش هذه الارتدادات معمولة؟ الارتدادات هذه ايش غرض من هذه الارتدادات؟ أولا بالنسبة ل2 متر الجانبيات، في حالة أن الأرض وسطية تلتزم ب2 متر. ليش؟ 2 متر من هذه الأرض و2 متر من هذه الأرض راح تعطيك تهوية للمكان، في حالة أنك معك مرفق، في حالة أنك معك غرفة، في حالة أنك معك صالة. فال4 متر بحاجة لهن على أساس سيركليشن اللي هو دوران الهواء الموجود، على أساس التهوية الموجودة. 2، في حالة أن أي حريق صاب جارك، أي حريق صاب الجار، أنت في مسافة، زين، في مسافة سيفتي ما بينك وبين الجار. هو معاه 2 متر وأنت معاك 2 متر. زين، هذا أول شيء بالهدف بالمترين. 3 متر في الخلف أو 2 متر أيضا في حالة أن ملاصقين الجار، في حالة أن ملاصقين الجار. في حالة أن ما ملاصقين الجار، سكة أو أي شيء من هالخدمات، ما تلتزم ب2 متر، لأنه أوريدي معك مسافة 5 متر ما يقل موجود بالخلف. في حالة أنه صار أي شيء معك في مسافة بالخلف اللي هي الخدمية. نتكلم عن الأمام 6 متر و5 متر. 6 متر و5 متر ما يكون الارتداد عند الطريق. ليش 6 متر و5 متر؟ في حالة أنه صار حوادث، حرائق، انفجرت سيارة، في مسافة سيفتي ما بينك في الطريق هذا والبيت، على أساس ما يكون أشياء خطيرة موجودة تأثر عليك، مثل انفجار، مثل أي شيء يصير في الطريق. هذا الغرض من الارتدادات. أما أني أنا معي أرض كورنر، أو معي أرض سوبر كورنر، أو معي أرض مفتوحة من جميع الاتجاهات، مسموح لي ألتزم بصفر ارتداد. ليش صفر الارتداد؟ لأن أنا ما حد مشاركني. في الأمام معي مفتوح، ما ملاصقني جار، ما حد ضارنا من هالجيران الموجودين. واضحة؟ بالنسبة للارتدادات، اليوم نحن نلتزم بالارتدادات، ونلاحظ أن الارتدادات موجودة في جميع الأراضي ما تختلف. سابقا قبل 20 سنة، النظر لنسبة البناء، حتى 40% 50% ما ينظروا للارتدادات. يعني حتى لو تلاصق مبنى مالك الحوش ما عندك مشكلة، تلتزم بنسبة البناء سابقا. الحين جينا المفروض احنا نتطور بالارتدادات، ولكن للأسف لا، الارتدادات هي يعني أرض مفتوحة من جميع الاتجاهات ومن جميع الأماكن. هو ممكن أن يستغل المسافة هذيك 2 متر أو 3 متر، ويكون خدمي له شيء يخدمه هو، مساحة هذيك 2 متر وما مستفيد منها بالأساس. هذا المفترض اللي يكون، ما 2 متر 3 متر 4 متر 5 متر جميع الأراضي. جميع الأراضي، في أراضي متميزة مفتوحة، المفترض لا يكون. هذا النظام معمول في الدول الأخرى، بس نقول إن نحن عمان لا، كوبي نسخ لصق بس. كروكة 600 أعطيه ارتدادات 2 2 2. كروكة 800 مساحتها أعطيه ارتدادات، في الأمام 6 أو 7، في الجوانب 5 3. خلاص التزم عليه. ما صحيح. لازم كل أرض نرجو المراعاة في هذا الأمر. لكل أرض تعطيها خصوصيتها، وتعطيها أيضا استراتيجيتها، كونها أرض منفردة أو مفتوحة من جميع الاتجاهات.